سامويل إيتو هو أحد أعظم المهاجمين الذين شاهدتهم في حياتي. لديه مهارة فريدة، سرعة فائقة، ومع ذلك هو قوي بدنياً ويستطيع أن يسجل من أي زاوية. هكذا وصف جوزيه مورينو سامويل إيتو، أحد أفضل المهاجمين الذين شاهدناهم منذ بداية القرن 21 إن لم يكن الأفضل بالفعل. أهلا بكم في وثائقي يروي مسيرة سامويل إيتو، صعوده إلى القمة، طرده من ريال مدريد، تجاهله من غوارديولا، وانتقامه في الإنتر. لكن قبل بداية هذا الوثائقي لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلك كل جديدنا. في مباراة ودية بين منتخب الكاميرون للشباب ومنتخب الكوت ديفوار عام 1996 تمكن إيتو من تسجيل ثنائية، ولحسن حظه أن خوزيه بيري أحد كشافي نادي ريال مدريد شاهد تلك المباراة، وفور انتهائها عرض على إيتو أن يقوم باختبار رفقة النادي الملكي. وبالفعل اتجه إيتو إلى إسبانيا ونجح في الاختبار رفقة الريال، ووقع على عقد للانضمام للفريق وهو لم يتجاوز سنه بعد 15 سنة. وفور بلوغه عامه 16 قرر نادي ريال مدريد إعارته لنادي ليغانيس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، ونجح اللاعب الشاب في تسجيل 4 أهداف رفقة الفريق وافتكاك مكان أساسي، قبل أن يعود مع نهاية الموسم إلى الميرينغي الذي قرر إعارته مرة أخرى إلى نادي إسبانيول. ولكن هذه المرة لم تكن فترة الإعارة ناجحة، فإيتو لم يشارك سوى في مباراة واحدة طيلة فترة الإعارة. ومع عودته للريال وجد أمامه مهاجمين على غرار راؤول وموريانتس وأنيلكا، وكانت فرصة إيتو للمشاركة في المباريات ضئيلة للغاية. ومع وصول عرض من قبل نادي مايوركا بالإعارة مع أحقية الشراء، تخلص النادي الملكي من مهاجمه الشاب، لتبدأ حكاية إيتو منذ تلك اللحظة. إثر انضمامه لناديه الجديد لم يحصل إيتو فورا على التقدير، فقد غاب عن الجولات الأربعة الأولى، ولكن وفي الجولة السابعة ينجح إيتو في تسجيل أول أهدافه في الدوري الإسباني أمام نادي برشلونة، ليصبح بذلك لاعبا أساسي في تشكيلة مايوركا، وينهي الموسم بتسجيل 13 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 31 مباراة شارك فيها، وقاد فريقه للحصول على المركز الثالث في الدوري. وهنا قرر مسؤولي الفريق شراء اللاعب من الريال وانتهاء فترة الإعارة، لكن النادي الملكي رفض التفريط كليا في اللاعب، وباع 50% فقط من ملكيته إلى نادي مايوركا مقابل مبلغ 7.4 مليون يورو. وواصل إيتو التألق موسم 2001-2002 ونجح من تسجيل 10 أهداف رفقة فريقه، ليصبح بذلك أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني، وهو لم يتجاوز سنه 21 سنة. وواصل التطور تدريجيا ليصل موسم 2002-2003 إلى تسجيل 14 هدفا في الدوري الإسباني. ولكن الأهم من ذلك كان قيادته لنادي مايوركا للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا. ففي الربع النهائي سجل إيتو ثنائية أقصى بها نادي ريال مدريد، وفي النصف النهائي نجح في التسجيل أمام نادي ديبورتيفو لا كورونيا، قبل أن يسجل في النهائي ثنائية يحسم بها اللقب لفائدة فريقه. ووصل إيتو التوهج موسم 2003-2004 واحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد أن سجل 17 هدفا. من جهة أخرى كان نادي برشلونة يتحسن بنسق سريع مع المدرب فرانك ريكارد، الذي طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم سريع ومؤثر، وكان إيتو موجودا على قائمة المرشحين المحتملين. وبالفعل تحركت إدارة النادي الكتالوني في صيف عام 2004، ولحسن حظ لابورتا فإن صديقه المقرب ماتيو أليماني كان حينها رئيسا لنادي ريال مايوركا، والذي رفض الاستماع لأي عرض آخر مقدم لإيتو، ووافق فورا على توقيع اللاعب مع نادي برشلونة مقابل مبلغ 27 مليون يورو تقاسمه نادي مايوركا مع نادي ريال مدريد، الذي كان يملك 50% من حقوق بيع اللاعب لأي ناد آخر. مع وصوله للنادي الكتالوني وجد إيتو نفسه في منافسة مع المهاجم السويدي هنريك لارسون، الذي تعاقد مع البارسا في نفس الفترة، لكن لارسون سرعان ما تعرض لإصابة
ليكون إيتو بذلك الضلع الهجومي الثالث في تشكيلة برشلونة إلى جانب كل من رونالدينو ولودوفيك جولي. وتمكن إيتو منذ مباراته الأولى في الليغا من التأكيد على أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم بعد أن نجح في تسجيل أول أهدافه أمام نادي راسينغ سانتاندر. ولم يكتفي بهذا القدر، حيث أنه سجل ثنائية أمام نادي ريال ساراغوسا وثنائية أخرى أمام مايوركا فريقه السابق، قبل أن ينجح من التسجيل في الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد. وأنهى إيتو الموسم في صدارة هدافي الدوري الإسباني إلى جانب دييغو فورلان بعد أن نجح في تسجيل 25 هدفا كامل في الدوري، وكان عنصرا هاما في تتويج البارسا بالليغا. وقد يكون موسم 2005-2006 أحد أفضل مواسم إيتو على الإطلاق رفقة النادي الكتالوني، فالفريق حسم مسألة فوزه بالدوري الإسباني مبكرا، ونجح إيتو في أن يكون هداف الدوري برصيد 26 هدفا. والتفت النادي الكتالوني إلى دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق في التتويج باللقب، وكان إيتو حاسما أمام نادي بنفيكا في الربع نهائي قبل أن يسجل هدفا في المباراة النهائية، وهذا ما جعله يحصل على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية عام 2006. ومع بداية موسم 2006-2007 كان إيتو جاهزا لكي يثبت أنه قد أصبح أفضل مهاجم في العالم في ذلك الوقت. وفي أول 4 مباريات في الموسم نجح في تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، لكنه تعرض إلى إصابة منعته من المشاركة في أغلب مباريات الموسم. هذه الإصابة التي أضرت كثيرا بمصالح نادي برشلونة الذي خسر 17 نقطة كاملة في الفترة التي غاب فيها إيتو، ما جعل الفريق يفقد الصدارة في الجولة 34 لفائدة نادي ريال مدريد، بالإضافة إلى الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي ليفربول. وفي موسم 2007-2008 تعرض إيتو إلى إصابة جديدة، وقد تكون هذه الإصابة هي سبب انهيار برشلونة فرانك ريكارد، فالفريق بدأ الدوري بشكل سيء للغاية وانهزم أمام ختافي وفياريال، وغادر دوري أبطال أوروبا من الدور النصف نهائي أمام اليونايتد وكأس ملك إسبانيا من نفس الدور أمام نادي فالنسيا. ومع عودة إيتو تحسن البارسا بعض الشيء وأنهى الفريق الدوري في المرتبة الثالثة، وسجل إيتو 16 هدفا في الليغا، لكن الإدارة قررت الاستغناء عن خدمات فرانك ريكارد والتعاقد مع المدرب الشاب بيب غوارديولا. هذا القرار الذي سيكون له تأثير كبير في بقية مسيرة النجم الكاميروني. كان من الواضح جدا أن غوارديولا لديه مشاكل مع إيتو، ففي أول تصريح له لحظة تقديمه لوسائل الإعلام كمدرب جديد للفريق قال غوارديولا أن رونالدينو وإيتو إن لم يبذلوا مجهودا أكبر في الملعب فسيكونون خارج التشكيلة. وبعد هذا التصريح حصل النجم الكاميروني على عروض كبيرة من قبل نادي تشيلسي وإي سي ميلان وتوتنهام ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى ناد أوزباكي عرض على إيتو راتبا يقدر ب40 مليون يورو سنويا، لكن إيتو كان مصرا على البقاء في البارسا وإثبات أنه أفضل مهاجم في العالم رغم علمه بأن غوارديولا لا يريده في النادي. وفور دخول بيب إلى حجرات ملابس الفريق بدأ الصراع ينشب بينه وبين إيتو، الذي قال نصا لغوارديولا: إذا أردت الفوز فأنا من سيجعلك تفوز. وبدأت فترة تحضيرات البارسا للموسم الجديد في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وزاد غوارديولا من استفزازه لإيتو حينما طلب من هنري ارتداء القميص رقم 9 وهو قميص إيتو وسط دهشة جميع اللاعبين. فحتى إن كان غوارديولا لا يرغب في بقاء إيتو يجب عليه احترامه بالنظر لما قدمه للنادي منذ وصوله إلى مدينة برشلونة. وكما كان متوقع جلس إيتو في بنك البدلاء في المباراة التحضيرية أمام نادي غوادالاخارا المكسيكي، لكن غوارديولا قام بخطأ كبير حينما أقحم المهاجم الكاميروني، فبعد دخوله ب3 دقائق فقط نجح إيتو في التسجيل، وتمكن بعد دقائق من تسجيل هدف آخر ليلعب المباراة الثانية أمام نادي ريد بولز الأمريكي ويسجل ثنائية أخرى يحرج بها غوارديولا الذي بات مطالبا بإشراك إيتو بشكل أساسي. وتدخل تشافي لكي يهدئ الطرفين الذين باتا لا يتحدثان مع بعضهم البعض. ومع بداية الموسم تألق إيتو بشكل كبير وتمكن في مرحلة الذهاب من تسجيل 18 هدفا كاملا
وكان أحد أهم اللاعبين في النادي الكتالوني خاصة في دوري الأبطال، فقد سجل وصنع أمام ليون في الثمن النهائي والبايرن في الربع نهائي، قبل أن يسجل الهدف الأول أمام اليونايتد في المباراة النهائية ويفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية مع البارسا، وينهي الموسم كهداف لنادي برشلونة برصيد 36 هدفا، ويفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، ويحصل على المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية. إثر نهاية الموسم ورغم تألقه، كان من الواضح أن غوارديولا لن يحتمل وجود إيتو في الفريق مستقبلا، وطلب هذه المرة من الإدارة التخلي عن خدمات اللاعب، وطلب غوارديولا التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إنتر ميلان، فما كان من إدارة البارسا إلا عرض إيتو بالإضافة إلى مبلغ 46 مليون يورو على إدارة الإنتر من أجل نيل خدمات اللاعب السويدي، وهذا العرض الذي وافق عليه مسؤولي نيراتزوري فورا ودون تفكير، وأصبح إيتو بذلك اللاعب الأعلى أجرا في إيطاليا براتب سنوي يقدر ب13 مليون يورو. مع وصوله للإنتر وتحت قيادة جوزيه مورينو، واصل إيتو التأكيد على أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، فمنذ الجولة الأولى في الدوري نجح في التسجيل، وفي أول 5 مباريات سجل الكاميروني 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وفي كأس إيطاليا حسم المباراة النصف نهائية أمام نادي فيورنتينا، وتوج الفريق باللقب، وساعد إيتو الإنتر في الفوز بالدوري بعد أن سجل 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة. وفي دوري الأبطال حسم إيتو أحد أصعب المباريات التي لعبها الإنتر أمام تشيلسي في الثمن النهائي بعد أن سجل في الذهاب والعودة، وتشاء الأقدار أن يواجه إيتو رفقة الإنتر نادي برشلونة فريقه السابق في المباراة النصف نهائية، وينجح إيتو من أخذ ثأره من بيب غوارديولا، حيث أن كتيبة مورينو تمكنت من إقصاء البارسا والتتويج بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على البايرن في المباراة النهائية، أين تمكن إيتو من تقديم تمريرة حاسمة. ومع انطلاق موسم 2010-2011 وتعاقد الإنتر مع المدرب رافا بينيتيز، أصبح إيتو أكثر حسما مع نيراتزوري، خاصة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث أن الكاميروني سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وكان سببا في فوز الإنتر بكأس إيطاليا بعد أن سجل هدفا في النصف النهائي أمام نادي روما وهدفين في النهائي أمام نادي باليرمو. ورغم عجز نيراتزوري عن الفوز بالكالتشيو، إلا أن إيتو كان ثالث هدافي الدوري برصيد 21 هدفا. إثر نهاية الموسم حصل إيتو على عرض خيالي من نادي أنجي الروسي، راتب سنوي يقدر ب20.5 مليون يورو، يصبح على إثره اللاعب الأعلى أجرا في العالم، بالإضافة إلى 20,000 يورو مكافأة بعد كل هدف يسجله الكاميروني، و10,000 يورو إذا قدم إيتو تمريرات حاسمة. ولم ينتهي العرض عند هذا الحد، فرئيس نادي أنجي أهدى لسامويل إيتو سيارة فيراري، واقترح عليه مواصلة العيش في إيطاليا وتوفير طائرة خاصة لكي يسافر إلى روسيا فقط في أيام المباريات التي سيلعبها الفريق، وهذا ما رفضه الكاميروني الذي أصر على المشاركة في تدريبات الفريق، لكنه رغم ذلك احتفظ بالطائرة الخاصة. أصبح إيتو قائدا للنادي الروسي، ولعب معه النصف الثاني من الموسم، ونجح في تسجيل 13 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة. وفي موسم 2012-2013 لعب إيتو مع فريقه 44 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 21 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة. وفي صيف 2013 وبعد نهاية عقده مع النادي الروسي، اختار إيتو التعاقد مع نادي تشيلسي بعد إلحاح من مورينو، وخلال 30 مباراة شارك فيها نجح الكاميروني من تسجيل 12 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة قبل أن يغادر الفريق بعد موسم واحد ويتجه إلى نادي إيفرتون ثم نادي سامدوريا، ولكنه استعاد مستواه موسم 2015-2016 حينما انتقل إلى نادي أنطاليا التركي الذي لعب معه في موسمه الأول 32 مباراة سجل فيها 20 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة، وواصل على نفس المنوال موسم 2016-2017
ونجح في تسجيل 18 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة قبل أن ينتقل إلى نادي كونيا سبور الذي لعب معه 29 مباراة سجل فيها 12 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة ليقرر إيتو إنهاء مسيرته الكروية الحافلة في نادي قطر القطري. إن أعجبك الوثائقي وترغب منا في الاستمرار فادعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة.